سلسلة إنجازات اللاعبين 2023 البطل المصري محمد فودة، وهل فعلا هيكون خليفة البيج رامي في المستقبل زي ما ناس كتير شايفة ولا لأ؟ محمد فودة من مواليد 1994، يعني عنده 29 سنة، وكان أهم إنجاز ليه السنة دي إن هو أخد مركز سادس في بطولة رومانيا برو وسط منافسة قوية وشرسة جدا، وده بعد غياب كذا سنة عن البطولات. محمد فودة أنا شخصيا كنت بتابعه من أواخر 2016، وشارك في مجموعة بطولات كتيرة جدا بما فيهم أهم بطولتين زي بطولة بلاتينيوم 2018 وكسبها وأخد المركز الأول، وبعديها بسنة في 2019 وكان أهم إنجاز ليه إن هو شارك في بطولة لبنان للمحترفين وكسبها وأخد المركز الأول ومعاها كارت الاحتراف. فأنا بصراحة من وجهة نظري بعد المستويات والصور اللي أنا شفتها ديت هو فعلا هيكون خليفة البيج رامي، لأن بكل بساطة لو احنا شفنا في السايد شيست بتاعه هنلاقي إن نفس الفريم والتكوين بتاعه في عضلة البايسبس والكتف هي نفس الشكل برضه عند البيج رامي. فانا الصراحه واللي شايفه لو فضل محافظ على نفس التطور والعمق العضلي ده لسنتين وثلاثه قدام هيعمل حاجه قويه جدا. بتمنى له كل التوفيق.